لو عايزة تعملي كيكة ناجحة بالطريقة دي وهشة وجميلة زي ما انتم ما شايفين بتتكلم عن نفسها، تعالوا نعملها مع بعض بمقادير سهلة وبسيطة وكمان بمضرب يدوي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. طلعنا خلاص بقى من اللحوم وزهقنا خلاص. تعالوا نعمل كيكاية حلوة زي دي بمقادير سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتنجح وتطلع هشة وجميلة بالمنظر ده. ولما بتكون ناجحة يا جماعة بتتاكل في اي وقت مع كوباية شاي مع كوباية لبن، بتنفع بصراحة. وكلنا طبعا كل فترة بنشتاق نعمل كيكاية كده حلوة زي دي. واول حاجة نحضر معانا نص كوباية من السمنة على كوباية ونص من السكر. المقادير دي حلوة جدا يا جماعة، بس اللي حابب يقلل السكر تمام. وهنضربهم كويس بالمضرب اليدوي، وهنستخدم 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. عايزة اقول لكم الخطوة دي ممكن تضربي المكونات دي كلها في الخلاط، ممكن تضربهم لو عندك مضرب كهربائي، يعني كل ده بينفع، بس احنا بنستخدم المضرب اليدوي عشان هو متاح عندنا في كل بيت. فتمام كده بنسهل على نفسنا. لو حابة تسهلي على نفسك اكتر اضربيهم في الخلاط. وهتضربيهم دلوقتي كويس جدا مع الفانيليا، بس انا نسيت وحطيت الفانيليا بعد اللبن فمفيش مشكلة. وهتضيفي كوبايتين من اللبن، وهتكوني محضرة 4 كوبايات او مجات من اللي انا استخدمتهم دول من الدقيق المنخول. تكوني نخلة كويس جدا، لازم يتنخل يا جماعة. دقيق لازم يتنخل لو في حاجة كمان في الصيف، وكمان عشان يخلي الكيكة هشة. بس وزي ما تحتاجي الكيكة هتحطي، مش هتحطي ال4 كوبايات كلهم يعني حسب ما يحتاج الخليط اللي احنا عملناه. الخليط السائل ده هنشوف هياخد قد ايه من الدقيق. ممكن ياخد ال4 كوبايات كلهم او نبقي شوية صغيرين كده. الكوبايات الدقيق دي كانت منخولة وجاهزة. هضيف عليها بس البيكنج باودر وذرة بسيطة من الملح. كده هندوب الدقيق في المرحلة دي يا جماعة، مش بنقلب كتير يعني. احنا خلاص اهم حاجة قلبنا المكونات السائلة كويس جدا. اما لما بنحط الدقيق بنحاول نقلب كده بالراحة وفي اتجاه واحد. كده ضفت نص كمية الدقيق وهقلبها، بس هي هتحتاج النص التاني يا جماعة كله تقريبا. حبايبي لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بتمنى الفيديو يعجبكم وتكون الطريقة ان شاء الله عجبتكم وتجربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الكيكة. كده انا حطيت الجزء التاني من الدقيق. اما بالنسبة لتسوية الكيكة، قبل ما تشتغلي في الكيكة تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180 علشان الفرن تسخن كويس والكيكة تعلى معاكي اول ما تخش. وتسيبيها حوالي نص ساعة. اوعي تفتحي الفرن قبل النص ساعة عشان الكيكة هتبقى عالية وبعدين هتهبط. طبعا زي ما احنا عارفين ما ينفعش نفتح على الكيكة خالص. بس وقلبت خلاص تقليب كده بسيط، وكده بكون خلصت الكيكة. زي ما انتوا شايفين قوام الكيكة بيبقى سايل كده، لا هو تقيل او ولا خفيف قوي. تكوني مبطنة الصينية، والصينية تكون مناسبة يعني للخليط اللي انت كمية الخليط اللي انت عاملاها. ما يبقاش الصينية واسعة قوي يا جماعة والخليط قليل. كده الكيكة مش هتطلع عالية زي ما شفت في اول الفيديو. لا خلي الصينية متوسطة علشان الكيكة تطلع مرتفعة كده وهشة وجميلة. وده شكل الكيكة بعد ما طلعت يا جماعة. بتمنى ان انتوا تجربوها. وهنا كنت قلبتها على صينية وقطعتها بالشكل ده عشان اوريها لكم قد ايه الكيكة مستوية حلو جدا من تحت ومن فوق. بصي يا حبايبي حاجة تفتح النفس كده. يلا اعملوها بقى ومع كوباية شاي مع كوباية لبن وقدموها. شكلها حلو جدا يفتح النفس. ان شاء الله بتطلع ناجحة. فانت لو عايزة كيكة تفتح النفس بالشكل ده، امشي على المقادير اللي قلتلك عليها وولعي الفرن كمان عشان تسخن. حطيها على درجة حرارة 180 واوعي تفتحي الفرن عليها. اتمنى الفيديو يعجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.